وصفة النهاردة غرقانة في المانجا. هنعملها بثلاث طبقات بس طعمها تحفة جدا. هنعمل أحلى صينية كنافة بالمانجا مسقية بحاجة مش هتخطر على بالك من غير شربات، وفي الآخر طعمها حلو جدا وكمان طرية جدا ما شاء الله، وحاجة كده في منتهى الجمال. تعالوا بينا ندخل على الوصفة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا نص كيلو من الكنافة، حطيها في الفريزر قبلها بيوم. بتتفرج بايدك كده بكل سهولة، ما بتاخدش وقت. لو انت جايباها صبحة لسه وعايزة تعمليها في نفس اليوم، تقدري اللي انت تحطيها في الكبة وفرميها كويس، هتتفرم معاكي ناعم. بس الكلام ده لو انت ما عندكيش كبة تقدري تعمليها، حتى لو عندك كبة حطيتيها في الفريزر قبلها بيوم مش هتاخد معاكي وقت خالص. حطيت عليهم معلقتين كبار من السكر البودرة، وهبدأ اللي انا اقلبهم في الكنافة كويس لحد ما تتخلط مع بعض كده كويس جدا وما يبقاش فيه اي حاجة ظاهرة في السكر. بعد كده معايا كوباية من السمنة السايحة، تقدري اللي انت تحطيها كده وتقلبيها لحد الكنافة ما تتشرب من السمنة كويس. الكنافة بتحب السمنة، فما تقلليش السمنة علشان تطلع معاكي مظبوطة. قلبتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هجيب الصينية اللي هدخلها الفرن، هبدأ احط فيها كمية الكنافة بتاعتي. طبعا الصينية ممسوحة كده بمسحة من السمنة. تمام. وهبدأ بقى اللي انا افرد الكنافة في الصينية كده، وهفردها كويس واضغط عليها، يعني كبسيها كده علشان تبقى متساوية معاكي وما تبقاش مفرولة. تمام، بايديكي كده او باي حاجة تقدري اللي انت تكبسيها كويس. اهم حاجة اللي انت تسويها علشان لما تدخل الفرن وتطلع تبقى متساوية معاكي وشكلها حلو. بعد كده هبدأ اللي انا ادخلها الفرن على الشبكة على درجة حرارة هادية لحد ما تستوي معايا وتاخد لون حلو. وبعد كده نبدأ نطلعها تبقى بالشكل ده. اول ما بتطلع وهي سخنة هبدأ انزل عليها بكوبايتين من عصير المانجا. عصير مانجا عادي جدا، بتسكريه وتظبطيه كأنك هتشربيه. تمام. والعصير معانا تقيل شوية. تمام كده. بعد كده تبدأي اللي انت تحطيها بالشكل ده وتوزعي العصير على الكنافة كلها. احنا مش هنعمل المرة دي شربات، مش هنسقيها بشربات خالص، سقناها بالعصير. وابدأ كده اوزع العصير عشان كله يتشرب منها. عايزة اقول لكم هتخليها طرية وطعمها جميل جدا. احنا عايزين الكنافة بتاعتنا تبقى غرقانة بالمانجا. هغطيها بقى حوالي ربع ساعة كده على ما تشرب من العصير، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. على ما تشرب العصير تعالوا نجهز الكريمة. معايا كوباية كريم شانتيه خام، حطيت عليهم ربع كوباية من السكر، وهتحطي عليهم مية او لبن المتوفر عندك، المهم يكون ساقع. هحط المية شوية بشوية كده لحد ما القوام بتاعي يتقل ويبقى متماسك. وهتشوفوا القوام بتاعي شكله عامل ازاي، ما تخلوهوش خفيف علشان يبقى حلو. يعني هياخد حوالي كوباية وربع كده من المية. شايفين تقل ازاي؟ ما شاء الله بقى حاجة كده تحفة جدا. هبدأ بقى بعد الكنافة بتاعتي ما شربت العصير، هنبدأ نحط الكريمة عليها. هحط الكمية كلها علشان تبقى معايا طبقة حلوة. بعد بقى ما حطيت الكريمة بتاعتي كلها، هتبدأي اللي انت تسويها كويس. سويها علشان تبقى متساوية معاكي ومظبوطة. اما بتيجي تقطعيها بقى تلاقي الطبقات كده متساوية. بعد ما سويتها هدخلها بقى التلاجة على ما نجهز الطبقة التالتة. معايا كيس جيلي مانجا، هبدأ اللي انا احطه في بولة كده وهحط عليه كوباية من المية السخنة، وهبدأ اللي انا ادوبه كويس لحد الجيلي بتاعي ما يدوب. بعد كده هنزل عليه بنص كوباية من المية الباردة، وهقلبهم مع بعض كويس وهركنهم على جنب واسيبه لحد ما يبرد. بعد كده معايا منجية، اي نوع مانجا انت بتحبيه او بتفضليه تقدري اللي انت تشتغلي بيه وتستعمليه. هبدأ اقشر المانجاية كده. بعد ما اقشر المانجاية هبدأ اللي انا اقطعها. هنقطع شرايح كده، وبعد كده اقطعها شرايح بالطول واقطعها المكعبات. تمام، قطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا ونبدأ نرص عليها قطع المانجا.
هتبدأي اللي انت توزعيها، وكمية المانجا اللي انت هتحطيها عايزة تحطي كتير او قليل ده بيرجع ليكي. هبدأ بقى اللي انا اوزعها لحد ما اخلص الكمية واملى الصينية بتاعتي. بعد كده هنجيب الجيلي بتاعنا، في الوقت ده كان برد. هنبدأ اللي احنا نوزعه كده، تحطيه بالراحة علشان الكريمة ما تطلعش لفوق. وكمان الجيلي بيحافظ على المانجا بتاعتك، ما تخليهاش تغير لونها. خلصت بقى الكمية بتاعتي، هبدأ اللي انا ادخل الصينية التلاجة يعني حوالي ساعتين كده على ما الجيلي بتاعنا يتماسك. وبعد كده تبدأي اللي انت تطلعيها وتقطعيها وتقدميها بألف هنا. ده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة، حاجة كده قمر بجد. نبدأ بقى اللي احنا نقطع قطع كده ونشوف الطبقات مع بعض. عملنا احلى صينية كنافة بالمانجا بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد معاكي وقت. طعمها تحفة جدا، والاحلى اللي هي طرية مش هتنشف معاكي خالص، حاجة كده في منتهى الجمال بجد. تعالوا بقى نحطها في طبق كده ونقطع ونشوفها مع بعض. مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. وكمان طبقة الكريمة حلوة جدا، الكريمة برضو بتديها طعم في منتهى الجمال. شايفين طرية قد ايه؟ ما شاء الله عليها بجد. يعني من حلاوتها وطراوتها انا هخلصها وانا واقفة حاجة كده، يعني زي ما بيقول الكتاب. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ اعملوا احلى صينية كنافة، اعملوها من غير شربات، اعملوها بالطريقة ديت. هنعملها بالعصير هتطلع معاكي طرية وتحفة جدا. جربوها هتعجبكم، واشوفكم على خير دايما.